السلام عليكم ورحمة الله. يسعد لي صباحكم، صباح النور، صباح الهنا، صباح النشاط، صباح العافية والتفاؤل، وبكرة أحلى دائما بإذن الله سبحانه وتعالى. شعارنا دائما لا للتشاؤم، لا للمحيط السلبي، لا لتدمير حياتنا بما هو مجهول عنا. نحن دائما متفائلين، نحن دائما ظننا بالله سبحانه وتعالى خير، انه دائما بكره احلى، واكيد انه سبحانه وتعالى ما بيمنع امر او ما بيأخر امر الا وكان خيرا له لهذا العبد. يسعد لي صباحكم حبايب حنان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، كثير اشتقت لكم وكثير بحبكم. طبعا هيدا هلا اذان وجوامع وما شاء الله، وصرنا تقريبا بعد في 14 يوم لشهر رمضان. كل سنة وانتم سالمين يا رب، ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم، الله اكرم. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اعنا على صيامه وقيامه على النحو الذي يرضيك عنا يا اكرم الاكرمين. انت حسبنا ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا مثل العادة استفتحنا بذكر الله وبصوت الجوامع، بعدين طبعا استنينا شوي، بعدين صلينا الضحى، بعدين قمنا شربنا نسكافيه تبعنا، وبعدين طبعا اشتغلنا شوية شغل بي. أنا لسه لابسة صلاة الصلاية، كنت عم صلي الضحى. ف هلا هلا انا طبعا رايحه اشرب نسكافيه هيك وانا مرتاحه لحتى زبط يومي اليوم. شو بدي اعمل اليوم؟ عندي بدي اعمل اليوم اللي قلت لكم عنه. انا لما كنت على الكورنيش انا ودودو ما عدنا سوينا الاسكالوب. سويت، لقيت في عندي شويه لحمه ناعمه، لحمه شقف يعني، فسويتهم على بصله وحطيت لهم شويه توابل وسويناهم ساندويش مع الذره ومع الفطر، واللهم لك الحمد. يعني شو ما كان الإنسان بيسر أموره. وطبعا هلأ الساندويش أسهل لما بتكوني مشوار، لما بتكوني عندك زيارة، لما بتكوني عندك طلعة طاير الجو، فبتعملي أكلة بسيطة بتكون كاملة متكاملة، وبنفس الوقت بترضي فيها جميع الأطراف بالبيت. هون طبعا كان في عندي حوالي 4 قطع عسكلوب، حتى كمان 3 قطع ونص كمان. وكان في عندنا مناقيش زعتر ثلاثة طبعا يعني. هلا بيجونا هلا فريش، يمكن لساتهم عم بيهبلوا لسه. شايفين ما احلاها؟ شوفوا ما احلاهم، شوفوا لسه الهبلة عم تطلع منهم. هي المناقيش اللي بسوريا بتكون صغيرة، هلا هم مناقيش لبنان لا ما شاء الله تقريبا يعني رغيف كامل. فهدول كمان تازة للي بده طبعا ياكل. مع يعني اليوم اكل نواشف تقريبا، اكل ما فيهوش سكبات، ما فيهوش مرقة ويخنات وهيك يعني. هيك هلا هيدا الفصل بده بين الربيع وبين الشتي، بده هيك يعني اكل يكون خفيف، ما تقعد كثير بالمطبخ بنفس الوقت لحتى تكوني انت مرتاحة نفسيا. طبعا لا ننسى صوت القرآن الكريم عم بيسطح ما شاء الله تبارك الله في ارجاء البيت. طبعا هيدا ما بصير، اكيد انه لازم يكون في صحن البطاطا اكيد المقلية. عم اقول البطاطا المقلية اكيد انه جنب الكولسلو وجنب الاسكالوب. تفضلوا طبعا، تفضلوا طبعا نتغدوا معنا. انا هون خلص فرمت الجزر، حطيت الملفوف، وهلا عم بحط المايونيز، وبعدين بدي انزل. طبعا خلص انه هيك بدي خلص يعني هيك تمام كل شيء. وبعدين انا بحط للكيلو بصراحه زبادي كمان، شويه زبادي، بس انا هلا ما عندي زبادي فاستكفيت في المايونيز. طبعا انا هي ليش عم سويها يعني قبل كل شيء؟ ما عم سويها لانه هي لازم تتسوى وتتجهز وتنحط بالثلاجة حتى تاخذ من الطعمة يعني بسويها وبغطيها وبحطها بالثلاجة حوالي ساعة لحتى تاخذ من الطعمة قبل ما نحطها على السفرة. قولوا لي انتو شو عم تعملوا بهالطبخات اليوم؟ شو عم تعملوا بهيدا الوقت اللي بين الصيف وبين الشتاء؟ قولوا لي كيف استعداداتكم لشهر رمضان. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، بس ما تكونوا دائما يعني حاطين رمضان يعني صراحة لتنوع الاكل وللتخزين ونوقف طول نهارنا بالمطبخ لا 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 لا. انت لازم تفوتي ساعتين على المطبخ بس بشهر رمضان. بس انا هيك بعتقد انه كمان كفايه كمان لما بتكون طبختك تقريبا شبه جاهزه، منظمه من امبارح انت بدك تعملي اليوم.
هاي طبعا نحن خلصنا الكول سلو ورح نحطه بالبراد. شايفين انا شو عملت؟ عملت اللبنة المزنقلة او اللبنة الدوائر. هيك اشتهيتها مثل ما كنا نعملها في سوريا، فحطيتها وحطيت لها طبعا زيت وكبستها بالقطرميز. سامعين الصوت؟ سامعين؟ بتعرفوا ليه؟ لانه انا حطيت للبطاطا نشا، عفوا مش نشا، خل. نقعتها حوالي شي 5 دقايق بخل قبل ما ابدا واقليها. بس شو بطاطا مقرمشة بتجنن. خبروني انتم شو طبخاتكم، من اي بلد عم بتتابعوني، وشو اسماءكم لحتى ادعي لكم ضمن دعائي. هي طبعا نحن غدانا صار جاهز. هدول هم بصراحة ما كان عندي غيرهم بالثلاجة، فاللهم لك الحمد. وهي الكوليسترول طبعا هلا انا كله بدي اسكبه طبعا كل واحد بيسكب بصحنه يعني. فما طبعا كل واحد له صحنه. وهيدي التوابل طبعا انا رجعت حطيت لها توابل مرة تانية. هي طبعا بتجي هاي متبلة جاهزة، بس انه انا حطيتها كمان. شايفين شو هيك ما احلاها، مستوية 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 كتير يعني، كتير طالعة طرية وطيبة. يلا تفضلوا طبعا نتغدوا معنا لحتى نشوف كمان شو بدنا نرجع نعمل باقي النهار. اليوم انا رح سوي صراحة كريم مزيل التعرق. انا بعمله على ايدي. كتير بحبه وكتير بحب اني استعمله، خاصة بايامات الصيف، خاصة اذا بدك تطلعي مشوار او شيء هيك ما تكون العطر فايح منك وعم بفحفح. لانه طبعا يعني نحن العطر اللي بفوح او حدا بيشم ريحة العطر ما بصير طبعا. هي اكيد انه امر من اوامر الله. انا هون هيدا مكعب مسك الطهارة. مكعب مسك الطهارة اللي بيكون مربع زي مكعب الماجي. حطيت له طبعا انا طحنته على المكنه، نعمته كثير لحتى صار بودر. عم بحط معه بليك، وصراحه انا على قدر ما انا كسلت ما بدي اقوم جيب معلقه لحتى شيل الفازلين وحطه عليهم. فلقيت السكين قدامي، فصرت شيل بكعب السكين او باخر السكين. حطيت له شويه فازلين على شويه ماء زهر. هلا في ناس بتحط موارد، انا لا، انا بحب انه كثف الريحه او اخليها تكون قويه اكثر بالمزهر. نص معلقه كربوناتو. ليش الكربوناتو يا ترى؟ لحتى يعطينا بياض ولحتى يقتل البكتيريا تحت الابط. اوكي، هاي مزيل التعرق لتحت الابط. نص معلقة كربوناتو، مكعب مسك الطهارة، بنطحنهم كتير منيح بالماكينة وبننخلهم. بعدين بنحط لهم فازلين، بعدين بنحط عليهم ماء الزهر، بيطلعوا تمام ولا أحلى منهم. ماشي. وطبعا لما بتغسلي بتحطي تحت القبط يعني شيء مو طبيعي، ريحه كثير طيبه وبنفس الوقت بيعطيكي بياض. عم قول لك الكربونات بتعطيكي بياض والمزهر بتعطيكي ريحه طيبه. وهو اصلا المكعب هيدا مسك الطهاره كمان، هو هيدا فيه بصراحه ريحه طيبه كثير كثير، يعني ريحه مسك يعني. ماشي. وكمان الكربونات بتقتل البكتيريا اللي بتطلع من تحت القبط او من التعرق. هلا هون طبعا نحن خلصنا كل شيء، فهلا انا بدي اقعد هيك على مزاج. طبعا في طبعا قراميش، وفي طبعا هيدا قراميش، هيدا مش مكسرات. بس انا هلا بدي اعمل فنجان قهوه طبعا بعد التعبي، بعد المقالي، بعد هيدا التعب من المسك ومش عارفه شو من الوصفه هاي. انا خلصت بقى يومي. هلا يعني يومي بدي يعني كمله بفنجان قهوه قبل ما يجي صلاه العصر. بشرب فنجان قهوه لحتى صحصح. وبعدين طبعا مع قطعه الشوكولا، طبعا اكيد لازم تكون قطعه الشوكولا مع فنجان القهوه لحتى تعطينا باور شوي، ولحتى نصلي صلاه العصر ونقعد نذكر اذكار المساء وراء صلاه العصر. واذا بدنا نقرا وردنا، او اذا اللي عم يقراوا سوره البقره لازم يقراوا الجزء الثالث او الورد الثالث تاعيتهم. يعني الصبح مع الفجر 10 صفحات أو 10 وجوه، الظهر 10 وجوه، والعصر 10 وجوه، وكمان المغرب والعشاء. هيك بيكونوا ختموا سورة البقرة أو قرأوها كاملة يوميا. أما اللي ما عم بيقرأ سورة البقرة فهيدا بعد صلاة العصر بنضلنا قاعدين على صليتنا وبنقرأ وردنا اليومي. بتمنى أنه يكون يومكم حلو مثل ما كان يومي،
ومثل ما ختمته معكم وختامها مسك مع حبايب قلبي، مع حبايب حنان، بحبكم كتير. طبعا اكيد انه بتمنى منكم شير ولايك وسبسكرايب لحنان، وبتمنى منكم انه نضلنا على تواصل دائما، وبتمنى منكم، وهذا انا باكده، انه اللي بده يكتب لي كومنت يكتبوا ويصلي فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحتى نكتر من الصلاة على النبي بهيدي الايام المباركه، وندعي ونستغفر رب العالمين، وما نخلي في مشاحنات بيننا وبين اي حدا من اللي نحن بنعرفه. سلفتي، اختي، خيي، شو ما كان، دق الباب عليه، اطلب السماح منه. لازم يكون في صلح بينك وبينه، لانه ان الله سبحانه وتعالى يتنزل بليله النصف من شعبان ليغفر لكل خلقه الا مشاحن ومشرك.